إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول. صباح الخير حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشني والله خلاص من اخر فيديو نزلت، وحشني جد الدنيا دي كلها. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نشوف روتيننا النهارده هنعمل ايه. اول حاجه بديت بيها كده يعني في المطبخ، غسلت شويه المواعين اللي انتوا شايفينهم دول، قلت هغسل المواعين كده معاكم الاول عشان اشجعكم بشويه الرغاوي الحلوين دي. وبص، اول بس ما تشوفي الرغاوي والحاجات دي هتنسي بقى البرد. في ناس ياما في الشتاء ما بتقدرش ان هي تشتغل وكده، لكن لا، لو قمت كده سميت الله وصليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واول بس ما تحطي ايدك في الشغل كده هتحسي ان انت دفيتي، وبتبقى عايزه تخلصي بقى كل اللي وراك. واهم حاجه بقى نخلص كده كل اللي وراني. إيه سلام بقى لما يكون الجو يعني حاسه ان الجو هيشتي كده، وقمت بقى خلصت كل اللي وراكي بدري وكده، وقعدت بس الجو شتا، وقعدتي عملتي اكله حلوه لاولادك كده، ودفيتي بيتك، وقعدتي بقى عملتي كوبايه نسكافيه كده وقعدتي شربتيها، وطبعا البيت نظيف والدنيا نظيفه حواليكي، وخلصتي بقى وكل حاجه. ده بقى بص، انا بيكون عندي كميه راحه نفسيه، وبيكون عندي يعني بيكون عندي طاقه ايجابيه كده. لما بخلص كده ولاقي الجو شتا وبيتي نضيف ومحضره اكله حلوه كده للولاد. في الفيديو ده انا هعمل اكله بسيطه كده معاكم، غدا بسيط يعني، اللي هو العدس والتحابيش، يعني هنحبش كده يعني. بس النهارده انا قمت الصبح كده، قمت بقى لقيت الجو هوا كده وبرد. كان عندي كنت دابحه دكر بط وكده، وعملت لهم محشي وبط وعملت يعني شويه حاجات كده، وعملت صينيه كيكه. بصوا كان يعني خلصت بقى اول ولاد ما يمشوا راحوا المدرسه، جتني بدي على طول في الشغل، خلصت كل اللي ورايا. حاسه بقى ان الجو ايه هيشتي كده. قلت وانا بقى مولعه الاكل، قلت هندخل بقى نمنتج لكم الفيديو ده كان بتاع يعني قبله كده، كنت محبشه بقى فيه آه يعني عايزه اقول لكم الاكله دي ما بحب الصراحه اعملها في الايه والجو هيشتي كده عادي، يعني بتبقى في الايام العاديه. لكن والجو بيشتي كده، لما تعملي اكله حلوه لاولادك كده، تقومي كده وترمي الكسل والبرد وكل حاجه ورا ظهرك كده وتقومي. والله العظيم بس اول بس ما تدخلي المطبخ كده وتسمي الله، هتحسي ان انت دفيتي، وتولعي البوتاجاز بتاعك وتعملي اكله حلوه كده لاولادك. هتحسي ان انت بصي عندك يعني مرتاحه نفسيا كده. طبعا احنا بندخل المطبخ بعد ما بنروج البيت كله، ونروج السراير مكان الولاد، ونعدل اوضه ولادنا، مش عايزين يرجعوا من المدرسه مثلا يلاقوا الدنيا تضرب تقلب، يلاقوا الاوضه متبهدله زي ما كانت. واهم حاجه لو عندك بقى شويه كراكيب كده في الاوضه، لميهم مثلا حطهم تحت السراير، في مكان كده انت ما بتستعملوش، الحاجه اللي مش ايدك فيها يعني. تمام، دايما بحب اقول لكم ان الكراكيب برضو مهما كان البيت فيه كراكيب وكده، بتحسي ان انت البيت ما بينضفش معاكي. لكن لو الدنيا فاضيه حواليكي والحاجات بس اللي انت محتاجاها حواليكي بس، بتحسي بقى ان انت تنضفي كده، بتحسي ان انت نضفتي فعلا يعني، والدنيا نظيفه وحلو. تمام، هننضف بقى البيت كله كده، والحمامات بتاعتنا اهم حاجه، والمطبخ بتاعنا يكون نظيف. ده بقى لو عندك دولت نضاف، ولو مثلا عندك بلكونات دايما حاولي ان انت تنضفيها برضو. هتحسي ان من بره لما تكوني منضفه من بره احسن من انت بتحسي ان جوه نظيف، فاهمني؟ يعني لما يكون عندك بلكونات في الشقه وكده انت منضفاها، ودايما بتيجي تنشري كده، تمسحي البلكونه بتاعتك، تروجيها كده بالشرشوبه، مش شرط كل يوم نكب فيها ميه ونروقها.
هتحسي ان انت دايما البيت عندك نظيف. البواب برضو يعني باب الشقة، باب عندك باب سلك وكده، تمسكيه تنفضيه كده بالفوطة لما تيجي تفتحيه والشمس طالعة كده شوية، تمسكي مثلا فوطة كده معاكي بخاخة برضو فيها شوية خل كده وتمسحي بقى الباب عندك. بتحسي بقى ان دايما ما عندكيش تراب. مثلا فتحتي اوضة الولاد هتنفضي الشباك بتاعي، تيجي منفضاه وبشوية، مش شرط ان احنا نغسله بشوية مية او كده، لا، عندك فوطة لو هتعملي بس كل يومين كده او كل مثلا 3 ايام او كل يوم لو تقدري، هتحسي ان دايما ما عندكيش تراب. وطول ما البيت ما فيهوش تراب طول ما انت نظيفة وحاسة براحة وبتتنفسي يعني ريحة حلوة كده. هنا بقى تعالى هقول لكم عملنا ايه في الفيديو ده. هنحضر بقى الغدا مع بعض وغسلنا المواعين، وكنت بقى جايبه شويه حاجات كده في اليوم ده. يعني كانوا حاجات ناقصني، ما جبتش بقى لا خيار ولا كوسه ولا جزر ولا كان يعني حاجه عندي الحاجات دي. جبت بس شويه طماطم، وكانش عندي بطاطس، وجبت اللي هو اللهم صل على النبي، بطاطا. كان عندي طماطم. بس صراحة لما بيكون عندي الطماطم بدت ان هي تبقى طرية كده، بنيجي بقى ايه ماسكاها مفضياها، يعني عاملاها مطيباها وكده وضرباها في الخلاط وحطاها في الفريزر. دي بقى الطماطم انا كنت منضفة الدرج وكل حاجة. التلاجة كنت مروجاها، يعني حطيت بقى فيها الطماطم وشلت بقى الطماطم التانية، يعني اللي هي الطماطم الطرية اخدتها بقى طيبتها. النهارده بقى عملت بقى المحشي. كنت حطاه على رف التلاجة بعد ما طيبتها وكده، مرضتش احطاه في الفريزر، جيتني ضرباه ساعة ما عملت المحشي يعني. وعملت بقى الصلصة بتاعت المحشي وكده، وعملت شوية طبيخ وكده يعني تمام. هنا بقى كان عندي، بصوا، كان عندي جزر وفلفلة كمان كانت عندي، وكان عندي كوسة. جبت بس الحاجات اللي كانت ناقصاني، يعني ما كان التفاح كان خالص عندي، ما كانش عندي بطاطس قد كده برضو، وبطاطا. جبت بطاطا رغم ان يعني عندي الولاد مش عارفه مالهمش في البطاطا قد كده، يعني جبت برضو قلت ايه ممكن يعني ياكلوا منها وكده. انا بحبها صراحه بس هما مالهمش فيها، يعني قلت هنجيبه وخلاص، يعني هنجيبها ونشويها. كلتها انا. وفي الشتا دي عادي الواحد ممكن يحطها على رف التلاجة ساعات، يعني محمد ابني بيحبها وكده بياكلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى تعالوا هنعمل العدس. بص نفسي فيه بقالي كام يوم، بقالي كذا فيديو بقول لكم نفسي في العدس وكده. عملته وقلت لكم الفيديو اللي فات ان انا عملته، محدش كل منه قد كده برضو. انا اللي ابص انا يعني الباقي عبيته في علبه كده وحطيته على رف التلاجة، قلت لو حد كله لو انا بقى ايه. كنت جايبه امبارح، كنت يعني بره البيت وكده، وجبت اللي هو السردين الصغير ده هنخلله بقى وكده. ده بقى اللي انا بعشقه صراحه، السردين ده. يعني السمك بنشتريه بس بيكون حجمه كبير شويه، هنعمله بقى ايه، بنخلله والله العظيم يبقى احلى من المشري. لا بخليه مثلا حادق قوي ولا عادب، يعني بظبطه كده وبيبقى دايب. هخلله معاكم ان شاء الله وهوريهولكم برضو بعد ما اخلله. بصوا هتعشقوه لو خللتوه على طريقتي ووريتهولكم هتحبوه صراحه. بقالي فتره برضو طويله كده، بس انا معلش يعني ايه تجلى عليه قد كده في الصيف. قلت هنجيبه بقى في الشتاء وكده. جبت 2 كيلو، الكيلو كان ب55. جبت 2 كيلو قلت هنخليلهم يعني لما يخلصوا كده نبقى نجيب غيرهم في الشتاء بقى ايه. طلعي بقى سردينة كده وجنب الاكل ده كمان بتحبيه اكتر يعني. قلت بقى هعمل عدس وكده، عدس بشعرية. الصدمة الكبيرة ان انا كان هاف عليه اعمل عدس بشعرية، يعني احط على العدس شعرية وكده. ما لقيتش الشعرية عندي كل المكرونة، عندي مكرونة سباكيتا وكله الا عندي لسان عصفور بس سبحان الله اول مرة ان انا، يعني انا دايما بحب يعني ايه لما اطلع وكده احب اشوف الحاجه اللي ناقصاني. يعني مثلا بص في اللي انا في الضلفه اللي انا حاطه فيها المكرونه والحاجات دي، الخزين يعني ابص فيها لو مثلا ناقص عندي شعريه، ناقص عندي مكرونه نوع تاني انا حباه يعني وخلاص خلص من عندي بنجيبه. انا صراحه ما بجيبش المشتريات في الشهر يعني كلها، يعني مثلا الحاجه اللي بتنقص عندي بحب ان انا ازود عليه. بجيبها يعني كده يعني. لسه ايه ما يعني كنت حابة برضو ان انا اعمل مشتريات شهر وكده، ان انا اجيب الحاجات الشهر مرة واحدة.
بس صراحة عندي كل حاجة متوفرة. بنزود بقى كل اسبوع وكده عندنا، يعني حد بيجي لنا عند البيت وكده، ده بقى بيكون معاه كل حاجة. مثلا بزود شوية المكرونة، بيكون عندي نقص الملح وكده بنزود حاجات كده. لما بطلع بقى اروح مشوار بنجيب برضو الحاجات اللي هي ما بتبقاش موجودة ايه مع، يعني مع الست اللي بتجي لنا عند البيت وكده. تمام. بنبص بقى النهارده ما لقيتش الشعريه، قلت يعني بقالي فتره انا جايبه العدس وكده، وبقالي فتره مستنيه ان انا اعمل اعمل عدس بشعريه وما لقيتش الشعريه. قلت يلا بقى مش مشكله، هعمل ايه؟ هعمل العدس من غير شعريه وكده. هنا بقى انا مسكت العدس غسلته، حطيت له جزرتين وطماطمتين كده وبصلايه، وزودته بقى الميه من الكتل، وهي اول بقى ما هنسيبه يطيب، وبعد كده بقى ايه هنضربه في الخلاط وكده يعني. تمام. اللهم صل على النبي. وده كان عندي البدنجان، ده كان من الاسبوع اللي فات، كنت حاطاه كده في البوله زي ما هو كده، بس قلت ده باظ، لكن ما شاء الله لقيته سليم ولقيته حلو يعني. وهو مش هنضطر ان انا ارش عليه ملح. بص لما البدنجان بيكون عندك دبلان كده ما برشش عليه ملح، لكن لو جايباه صابح مثلا وعايزه نجلي منه، بنيجي مقطعاه زي ما انتم شايفين كده ورش عليه ملح زي ساعه كده بقى ايه ما بيشربش معايا زيت. لكن ده دبلان قلت بقى هنجليه على طول. هنا كنت مولعه العدس، كنت وطيت عليه اول ما غلى كده، وطيت عليه وهنجلي بقى البدنجان. بص انا هعمل يعني كله، هعمله كله. انا بعمله كله ليه مره واحده؟ انا يعني عندي الولاد ساعات شاهين اللي بتحبه، هو اللي بتحب البدنجان بصلصه والجبنه الجريش يعني. ممكن بقى الولاد ايه، مثلا انا ما كنتش حضرت الاكل وكنت متاخره مثلا في الاكل، بنيجي بقى كل واحد بيعمل له سندوتش كده بدنجان بجبنه. في ناس برضو ساعات يعني ايه بيكونوا يعني على باب الله يعني كده، بيكونوا عايزين اكل وكده. انا ما بيكونش عندي لسه يعني مثلا مش محضره الاكل. تمام. بنيجي حاطه له مثلا جبنه وعيش وبدنجان من ده كده. عندي حلاوه طحينيه، عندي اي حاجه كده بنيجي حاطه لهم، ومع عيش مع جرس طريه كده يعني. بحب دايما ايه ان انا اعمل بقى علبتين كده بحطهم في التلاجة. اما بيخلصوا مثلا لو طلعت الكميه يامه ممكن ان انا احطهم، يعني احط علبه كده منهم في الفريزر يعني، عشان ما تبص وكده. عملت بقى كل الكميه. هنجليها كلها كده. انا حطيت الطاستين عشان نخلص بسرعه، هنجليهم. يعني الزيت انا ما بكترش زيت صراحه، انا بجليه كده بيبقى بصوا يا دوبك يعني ما بحمرهوش. تمام. يعني بدبله كده بس وياخد لون بسيط. انا كده كده هحطه في الصلصه، بس هو البدنجان بيكون طايب يعني، هو دبلان اصلا ما بيشربش زيت. ما كترتش بقى، حطيت في الطاستين كده كل طاسه حطيت فيها شويه زيت كده وهنجلي. ده اسرع بقى ايه لو انت مثلا متاخره ولا كده، هتحطي الطاستين كل واحده فيها شويه زيت كده، وهتيجي بقى ايه جليهم مره واحده. هنا بقى كل الكميه انا حطيتها. وعندي بقى ايه وكان خلاص العدس مجرب يطيب. اللهم صل على النبي. بس خلاص بقى هنا هنعمل الصلصة بعد ما جليت البدنجان كله كده. عايزة بقى تعملي لك طاستين بطاطس برضو معاها، يعني ضعف الكمية وكده. انا كان عندي ما جليتش بطاطس لان الولاد ما حبوش اللي هو البدنجان بصلصة عليه بطاطس وكده. حطيت بس جليت جرنين فلفل كده، قلت احطهم عليها يعني. انا عملت فصين توم كمان وهنحمرهم بقى في شويه الزيت كده. بص عايزه اقول لك ان هما بيكونوا شويه بدنجان بصلصه تحفه كده. في ناس بقى بتحط بطاطس وبتحط فلفله وبتحط كمان لحمه مفرومه، اللي انت بقى عايزه تحطيه في هم بيقولوا عليها معصجه يعني، بس انا بقول بدنجان بصلصه وخلاص يعني. تمام. نزلت بقى بشوية طماطم كده، ويعني انا زودت الطماطم. لو بقت الطماطم ياما هناخد منها شوية يعني. هنحط شوية كمون وشوية ملح وحاجة بسيطة من الفلفل الاسود وخلاص. كزبرة ناشفة عايزة تحطي اي حاجة بقى عايزة تحطيها. تمام. لحد بقى الصلصة ما تطيب خالص. بعد كده لما بتطيب بقى بننزل عليها بقى بالبدنجان وكده. انا بطيبها خالص ليه؟ لان هو بيكون طايب عشان ما يتهرش منك وكده. وساعات كنت بنجليه نص يعني حاجه بسيطه كده بنشوحه بس، وبعد كده بنشوحه في التوم، وبنزل عليه بقى بالطماطم يتسبك مع الطماطم وكده. بس ده بقى اللي لقيته طري يعني، قلت هنطيب له الصلصه وخلاص، نديله تجلبتين في الصلصه كده وخلاص.
هنحط بقى كل الكميه كده. صراحه عملت لي كميه كبيره. انا في ده بقى مسكت علبه كده، عبيتها حطيتها في الفريزر. عادي بتطلعي العلبه تفك معاكي خالص، بتبقى كانك عامله زي الصبحه يعني. وساعات كمان بيكون عندنا اكل يعني في الارض وكده، بيكون حد عايز يعني برضو ايه، الحاجات دي يعني ايه بتبقى حلوة في البيت لما يعني تعمليها. عندك فلفلة حامية عايزة تجليها برضو بصلصة كده، يعني ايه بتفك معاكي يعني. تمام. ساندوتش مثلا انت قمتي بالليل او يعني في اي وقت كده عايزه تعملي ساندوتش، تعملي برضو تطلعي كده مع ساندوتش جنب خياره كده، مع خياره مع حته جبنه كده وتاكليه، بيبقى زي العسل، بيبقى زي السكر مش العسل والله، هو السكر والعسل واحد. تمام. بصوا هنا بقى خلاص هنديها تجلبتين كده وهنطفي بقى، هي كانت طابت يعني، هي طيبة اصلا. تمام. وهناخد بقى العدس نضربه في الخلاط. وكنت بقى مطلعه له حته سمنه زبده كده حلوه. صراحه العدس بحب احط له كتر له سمنه زبده يعني، السمنه الزبده بتخليه تحفه كده. هنا بعد ما برد خالص كده بنضربه بقى في الخلاط. ليه؟ لان ما بحبوش وسخن يعني جوه، عشان ما يبوظش الخلاط وكده. ضربتهم مره واحده وكان زي ربع كيلو عدس، ما كانش ياما واتبقى منه شويه حلوين يعني. حطيتهم بقى على رف التلاجة، قلت نبقى انا مثلا لما يهف عليه الاكله دي اعمل نطلعه كده. عندي الولاد صراحة بيحبوا بالذات في الشتاء كمان، بيحبوا الرز والشوربة والطبيخ والحاجات دي. النهارده بقى زي ما قلت لكم عملت لهم محشي وبط وكده، اكله تدفيهم كده. وبعد بقى ما خلصت خلاص كده جيتني عامله كوبايه نسكافيه وقاعده. لا كنت عملت كوبايه شاي بنعناع وكده، جبت نعناع من اللي انا زرعاه على البرندة وكده، وجبت بقى وقعدت بقى ايه. خلصت بقى. بصي بتحسي بقى وروقت طبعا المطبخ ورايا بعد ما خلصت بقى الغدا وكده ورصيته على البوتاجاز. تعالوا بقى بصوا انا ضربت العدس، وهنا بقى كنت بوريكم بقول لكم بصوا جميع المكرونه، مكرونه سباكيتا ومكرونه صغيره، وكان عندي رز بسمتي، كله الا اللي هي الايه، الشعريه. انا كنت مفكره ان، بص انا بجيب كل حاجه فرط صراحه، بحب اللي هي المكرونه والشعريه والحاجات دي اللي هي فرط بالكيلو وكده، بحس ان هي اوفر وحلوه يعني. انا جربتها والله الحاجات الفرط دي، كان كيس بس كان مفروض كده، حطيته في كيس تاني. وده كان ملح برضو بقول لكم بصوا مكرونه. وده كان ايه يا ربي، كان ترمس، كنت جايباه بس ما سلكتوش وكده. بوريكم كل حاجه موجوده الا اللي هو الشعريه، عشان انا عايزه الشعريه. ما لقيتش فيه شعريه. عملت بقى ايه من غير شعريه وكده، وقلت يلا مش، رغم ان والله كان هاف عليه اعمله بشعريه يعني، العدس وكده، مش عارفه كان ضارب في دماغي وكده. قلت بقى ايه، لما نجيب كنت هسيب نص يعني، اعمله تاني يوم وكده، اعمل له احطه عليه شعريه بس. قلت بقى بعد ما طاب وكده يلا بقى مش مشكله، مره تانية نبقى نعمله العدس بشعريه وكده. ضربته بقى في الخلاط ومسكت الحلة غسلتها قبل ما نحط فيها يعني، بصوا يعني تغسلها افضل يعني تكون حلوة وكده نضيف. وخلاص بقى هنحط له السمنة الزبدة وخلاص. ايه رأيكم بقى في الروتين بتاع النهاردة؟ يا رب يكون عجبكم حبايبي. لو بتمنى كده، لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنوروني وتشرفوني، وما تنسوش تحطوا اللايك. عايزة اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي، منوريني ومكتريني. يا رب كده عيلتنا الجميلة دي تكبر كمان وكمان. وعايزه اقول لكم برضو والله بتفرحوني لما حد بيدخل لي في القناه كده جديد وكده ويكتب لي كومنت حلوه، دعوه حلوه منكم كده. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم، ويسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري بكلمه حلوه. كلامكم العسل ده انا مش عارفه اصلا، زي ما قلت لكم برضو ان انتوا حبكم ليا والله العظيم بنقدره بتمن يعني. مش عارفه اقول لكم ايه اصلا، مش عارفه اقول لكم ان انا بحبكم قد ايه وفرحانه قد ايه ان انا فتحت قناه، رغم ان المشاهدات مش حلوه، رغم ان القناه، بس كفايه عليا ان انتوا بتحبوني، كفايه عليا ان انتوا بتدعوا لي دعوه، كفايه ان انتوا بتدوني طاقه. وبتحببوني اصلا مش عارفه يعني. انا بحب الحياه، بحب الدنيا كده بسببكم، ان انا بتكلم معاكم. ان انا بتكلم معاكم كده يعني. انا حابه اصلا ان انا اصور كده واتكلم معاكم وبرضو انتوا تكتبوا لي الكومنتات دي اللي تخلينا نتواصل مع بعض وكده، رغم ان الكومنتات يعني مش ياما اللي بيكتب لي كومنتات وكده، بس عندي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره صراحه، وبتشجعني كده وبتحسسني ان الكل كل اللي في القناه وكده بيحبني. اللي بعلق واللي ما بعلقش انا عارفه ان انتوا بتحبوني، زي ما بيقولوا القلوب بتتقابل يعني، من القلب للقلب كده. وانا والله بحبكم انتوا
حبايب قلبي اصلا، وكل حاجة كده حلوة في حياتي. ربنا يا رب يخليكم ليا ويسعدكم يا رب، ويبارك لكم في بيتكم وحياتكم وازواجكم يا رب وولادكم، انا وانتم يا رب واخواتنا المسلمين، ويحقق لنا كل اللي نفسنا فيه ويشفينا يا رب، ويشفي كل مريض، ويدي كل محتاج، يفك كرب كل مكروب، ويسد دين كل مديون، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. اللهم امين، قولوا امين يا رب العالمين. هنا بقى خلاص خلصنا. انا كنت رصيت الغدا. خلاص يعني كنت بوريكم ايه، ان انا عملت العدس وكمان البدنجان وكله. كنت هنعمل بقى نجلي طاستين بطاطس كده، وده كنت جايبه شويه جرجير كده. صراحه الجرجير اللي انا زرعاه بره وكده الملأ مش عارفه فيه طالع نوع حاجه كده جنب منه. سلفتي بتقول لي ده حلبه، بس قلت لها انا ما جبتش حلبه اصلا، هو نوع حشيه. هي بتقول لي ده كده، انا بعرف ان الحلبه كده. قلت كنت اصلا هنعمله خالص ونرجع نزرع من جديد وكده، ان هو الملل الحاجه اللي انا بقول لكم. انا عمري ما شفت الحلبه وهي مزروعه صراحه، بس هي بتقول لي ممكن يكون جاي مع اللي هو البقدونس والحاجات، اللي هو البقدونس والحاجات دي. كان في حاجات تانية كده معاه. قلت هنسيبها بقى لما نشوف اخرتها هتكون ايه، يعني هي هيكون النوع الخضرة ده ايه. سبته بقى، كنت هنمسكه بقى نجلع ده كله كده، لو كنت مفكراه حشيش، ونزرع بقى مكانه شوية جرجير وخضرة كده. لان بقول لكم ان الجرجير يعني خط الجرجير ده كله راح. رحت بقى جبت شوية عيدان كده جرجير، وجبت شوية خضرة كمان. وغسلتهم بقى. بحب صراحة بعشق الخضرة كده مع الأكل. الخضرة مش اللي هي مثلا الخضرة ذاتها، مش الجرجير والحاجات دي. وبحب الجرجير كمان. آه بحب اغمس بيها كده مع الاكله دي كمان. اللهم صل على النبي. هنا بقى خلاص كنت بقى بنغرف. حطيت طبق بدنجان كده. بصوا البدنجان الباقي ده بقى هنمسكه نعبيه في علبتين يعني. وكان عندي بلح تمر برضو، حطيت طبق كده. وكان عندي جبنه جريش، وجليت طبقين بطاطس، وايه تاني يا رب، وجبنه قديمه. عايزه اقول لكم الجبنه القديمه كمان، وكنت مخليه شويه فلفله حاميه كده، فلفله حمرا، بس حمرا مش خضرا. طعمها تحفة في المش. غبت فترة ناكل منها، بس صراحة بطلت يعني. جيت بقى النهاردة هفت معايا مع الأكلة دي. وكنت كمان حاطة علبة تونة، فاتحة علبة تونة عشان الولاد. وايه تاني يا رب، وحطيت بقى بصل وجرجير، والخضرة دي جرجير وخيار وطماطم وشوية مخلل. وكان أحلى أكلة تاكليها بقى كده. بصي هي عايزة بس تاخدي الطبق كده، وفي مكان بقى فيه خضرة وكده، وتقعدي تاكلي. بس هي كانت ناقصها حاجة كده يعني، ناقصها حاجة. بصوا اللي هو الفسيخ. كان نفسي صراحة ان يكون فيه فسيخ، ونفسي في كل حاجة. بصوا هي الأكلة دي أصلا عايزة تحابيش من كله يعني. فسيخ، مش هقول لكم رنجة كمان. هي كانت عايزة فسيخ بقى كده وتاكلي. هنا بقى كنت بوريكم يعني. صراحة كان يعني ايه، جبت العيش كده، وبعد ما فاق قلت هعمل بقى سندوتش صغير كده. حطيت شوية خضرة كده على بدنجان وخلاص بقى، وايه وجبنة قديمة بقى وتاكلي. بصي عود الخضرة ده كان طالع. بحب الخضرة موت مع الأكلة دي كمان. ايه رايكم بقى في الروتين بتاع النهارده؟ هنا خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويكون ضيف خفيفه كده على قلبكم حبايبي. ربنا يا رب يخليكم ليا، ونفضل كده مع بعض طول العمر. يلا بقى جربوا الأكلة الحلوة دي، بس ما تعملهاش والجو بيشتي يعني. اعملي بقى أكلة تانية كده والجو بيشتي، ودفي بيتك كده بأكلة حلوة يعني. مثلا بط، فراخ، شوية شوربة. يعني الشتاء بيحب الشوربة، والعدس كمان بيدفي يعني. بس الأفضل إن أنا بحب يعني الولاد يرجعوا من المدرسة وكده يلاقوا والجو برد كده، يلاقوا شوية شوربة، شوية طبخ ورز كده. بس الاكله دي بقى حلوه بقى. ايه كمان اخرى، ايه رايكم بقى؟ اكل يفتح النفس صراحه، تفتح النفس والله ما شاء الله. والعدس كمان كنت متجلاه بقى كده عشان هناكله بعيش. وطبق بدنجان تحفه كده، عسل وشويه بطاطس. يلا اشوفكم فيديو جديد في رعايه الله. مع السلامه.